جمهور الزمالك لازم يكون عارف 3 حاجات. اول حاجه لازم يكون عارف اللي هو عنده مدير فني كويس جدا ومستوى عالي جدا، قدر يعمل من الفسيخ شربات في ظل الظروف اللي الزمالك فيها. مفيش اي تدعيمات، لعيبه غايبه اساسيه، مفيش فلوس في النادي، اللعيبه ما بتاخدش فلوسها، وهو كمان ما بياخدش فلوس، وقدر يتعادل مع احسن فريق في الدوري. فريق يعتبر متكامل، عنده احسن لعيبه واحسن كواليتي لعيبه في الدوري. فريق مصنف اللي ياخد الدوري السنه دي، وتقدر تتعادل معاه 2-2، ويبقى انت عندك مدير فني كويس جدا. تاني حاجه جمهور الزمالك ما يزعلش اللي هو كان كسبان وتعادل. خلي بالك انت ولا لعبت في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني، انت كل لعبت 10 دقايق ربع ساعه جبت التعادل والجون الثاني، لكن انت ولا اديت بعد كده ولا قبل كده. فاحمد ربنا اللي انت بتلاعب فريق في مستوى بيراميدز ومستوى لعيبه بيراميدز، تقدر تتعادل معاه في ظل الظروف اللي انت عندك دي. فاحمد ربنا اللي انت ما شلتش. استحواذ بتاع بيراميدز النهارده 5% تاني كان دخل تجاره. دي بالنسبه لجمهور الزمالك ما يزعلش. تالت حاجه محمود علاء لازم يكون عارف الكره بتتلعب بالدماغ وبالمجهود، وهو ولا عنده مجهود ولا عنده دماغ. يعني مفيش اداء خالص من محمود علاء، وعصبيه زياده عن اللزوم في كور ما فيهاش اي عصبيه، بتعترض على الحكام على الفاضي والمليان، وفي الاخر الطرد. يعني المفروض تكون عندك تركيز شويه، ما تاثرش على فرقتك. اصلا الفريق اصلا فاضي، مفيش اي تدعيمات، مفيش اي، وعندك الونش مش موجود. المفروض انت جاي تساند. عصبيه على الفاضي وعلى المليان ومفيش اداء، يعني عصبيه على الفاضي، فبالتالي اتطردت، فاثرت على فرقتك اللي هي اصلا ما عندهاش لعيبه. فتركز شويه. يلا سلام.